ملمسه كريمي ناعم قوي على فكره. صن بلوك فارم ستاي يو في ديفنس الخالي من الزيوت، صن بلوك الكوري المشهور جدا جدا. تعالوا نشوف كل حاجه عنه النهارده، مميزاته، عيوبه، طريقه استخدامه وسعره. خليكم معايا. صن بلوك فارم ستاي اس بي اف 50، يعني بيدينا مفروض درجه حمايه حلوه قوي قوي. هو حجمه 70 جرام وسعره تقريبا من 250 ل 300 جنيه. ممكن يكون سعره زاد شويه، بس هو عموما لما بينزل عليه عروض بيكون سعره كويس جدا. والجميل من الصن بلوك الكوري فارم ستاي ان هو مستخلص او بيحتوي على خلاصات طبيعيه وهيالورونيك اسيد ونياسيلاميد، يعني في مضادات اكسده حلوه قوي للبشره، وفي كمان فلاتر فيزيائيه وكيميائيه، وممكن كمان ان احنا نستخدمه ككريم اساس قبل وضع الميك اب. هو ده بيكون شكله كده. انا باخد الكميه المطلوبه، يعني مش هاخد كميه كبيره قوي لاني بصراحه مش هحتاج منه قوي. انا هوزعه بالتساوي على البشره ونشوف دلوقتي هيكون شكله ايه عليها. ملمسه كريمي ناعم قوي على فكره وبيتفرد بسرعه. حاسه انا بطبق كريم عادي مش صن بلوك. بصوا، هي البشره شربته كويس قوي ومش سايب اي ملمس دهني زي ما انتم شايفين، ما عملش اي وايت كاست. هو في نسبة عطر بس خفيفة مش قوية قوي. نيجي بقى لدرجة حمايته، هي معقولة جدا جدا في الشمس. بيستحمل على فكرة من انواع الصن بلوك اللي بتستحمل في الحر وفي الصيف. بنطبقه طبعا قبل التعرض للشمس بنص ساعة، وهو عموما مش بيعرق قوي الا انت لو بشرتك بقى دهنية او انت دايما عندك فرط تعرق. طب تعالوا نعمل مع بعض اختبار مقاومته للمية عشان نعرف هو ينفع في البحر والمصايف ولا لا. انا هحط هنا مية وهشوف هيسيح لي الصن بلوك ده ولا لا. لما اجي اعلي ميه هيبتدي ان هو يغير. بص، هو طلع لي الكريم اهو كده في ايدي. نصيحتي ليكي بقى ان انت ما تطبقيش قبليه اي مرطب او اي حاجه، الا طبعا لو جل لتخفيف اللمعان او بيتحكم مثلا في افراز الدهون او في المسام وكده. ده هيكون حلو قوي ومطلوب. من عيوبه ان هو عايز بشره فاتحه الى حد ما، لان بياخد وقت عقبال ما يندمج مع لون البشره. لو بشرتك قمحويه غامقه او سمراء هيبقى عامل لك زي طبقه كده، يعني مش هتحبيها. وكمان ما تنسوش ان هو غير مقاوم للميه، فمش هينفع طبعا المصايف، مش هينفع في الحر الشديد جدا جدا. وعايزه افكركم لو انتوا لسه مكملين معايا الفيديو لغايه دلوقتي، معنى كده الفيديو ان شاء الله فادك وعجبك. ما تنسيش تضغطي لايك للفيديو وتشتركي في القناه لو حابه كل فيديوهات بالمختصر المفيد مع دانا توصلكم باستمرار. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.